السلام عليكم صاحبي. قدم سلاح هات علم ارفع. يسرني إلا أن أدعو جميع سكان بلدية بوخضرة الوقف إلى جانبنا في هذه الاحتفالات الوطنية لكي لا ننسوا ما قدمه آباؤنا المجاهدين من أجل هذا الوطن الغالي على قلوبنا. هذا مطلبنا، والمجد والخلود شهدائنا الأبرار. ثم توقيف القتال. هنا ماذا بينا نترحموا على الشهداء، وعلى نزيدوا نقولوا ربي يشفي المجاهدين اللي شاركوا في الثورة التحريرية. والسلام. كلمة الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. في اليوم 19 من شهر مارس نحن على خطى الشهداء والمجاهدين، حاملين المشعل اللي خلوه لنا أمانة في أعناقنا. اليوم رانا نوقفوا هنا في هذا المكان الذي استشهد فيه الشهيد البطل جنز الحفناوي. إن شاء الله سنكون على خطاه بحول
الله وقوته، حاملين الشهادة، حاملين الأمانة، وفداء لهذا الوطن التي سقطت دماؤهم وساحت في هذا المكان بالذات. 19 مارس هو يوم الإجازة، هو اليوم اللي قدموا فيه الشهداء ما قدموا من أجل هذا اليوم. 19 مارس أجبرنا فرنسا أن تجلس على طاولة المفاوضات ونأخذ استقلالنا أخذا بحد السلاح، وليس كما يروج أنه فرنسا ولا ديغول هو اللي مدنا الاستقلال تاعنا. عمره لا ديغول كان يسمح في قارة مثل الجزائر هاك، لولا تضحية الشهداء، لولا الدماء التي سقت هذه الجبال وسقت هذه الأرض. 19 مارس ذكرى عزيزة علينا جدا جدا، ها نحن نحييها اليوم وسنظل نحييها إلى أن يرث الأرض ومن عليها. يحيي الشهداء، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. تحيا الجزائر، تحيا الجزائر، تحيا الجزائر. بارك الله فيكم. ربي يرحمهم ويرحمهم.